في حلقة بتاعة البطوطي، طيارة البطوطي دي انا يعني كلمت ناس كتير جدا في الطيران، علشان انا ما كنتش فاهمه قوي المناوره ويمكن انا يعني بقول اللي هو علاء من الناس اللي ساعدتني جدا في الموضوع ده، لان هو كان فايتر فاداني معلومات فظيعه. وكان ليا اصدقاء كمان طيارين في مصر الطيران، كلمتهم علشان استفيد اخد منهم معلومات. يمكن هي دي. افتكرت حاجه. ثانك يو. اتفضل. انا بابايا ضابط شرطه، كان مساعد طبعا. اول وزير داخليه، مدير امن يعني. طبعا. بابايا كان بيشتغل في فتره في بورسعيد، تمام. سنين طويله يمكن. فهو كان موجود هناك في الوقت اللي حصلت فيه الحادثه بتاعت ابو العربي مع مبارك. طبعا. بابايا كان تاني عربيه بعد الرئيس على طول في الموكب. امم. ودي يمكن حاجه بقى انا ما حكيتهاش اهو خالص. فانا لما حصلت الحادثه بتاعت ابو العربي دي، الموكب بتاع الرئيس كمل وبابي ما كملش، بابي وقف لانه كان ماسك الامن العام. نزلوا وضربوا نار لا بابي ما مش هو لا يعني الامن بتاع نزلت وقفت وضربت مبارك نار في هو اللي الهواء. ضرب. لكن لما مشي هو بعد كده الموكب كمل مشي، بابي وقف عشان الجثه وقع على الارض خلاص. فهو خد الولد فعلا وطلع بيه على المستشفى، وهو بابي اللي مطلع منه الجواب اللي كان كاتبه، وشاف ميه النار عشان الناس قعدت تقول حرام عليكم. يعني هو كان هيغتاله ولا هو كان؟ طبعا. بس الموضوع ده فضل. انا بابايا دلوقتي طلع على المعاش. ايوه بس هو ده شاهد عيان، لا مالوش مصلحه ما خالص، لانه مبارك مشي. ده مش بس مشي، ده مات كمان. الله يرحمه. فما فيش اي مصلحه ان بعد 25 سنه من الحادثه ان بابي، ولا 15 سنه، بابي هيكذب ليه ويكذب عليا انا؟ ده انا بابي ده جمهوري الاول، فهيكذب استحاله. فالراجل كان معاه ميه نار فعلا. ده مش ميه نار عاديه، دي خام يعني، لدرجه ان بابي قال لي، بابايا قال لي انه الميه عملت حفره في الارض، لان هي كانت ازازه صغيره كده بس فلما وقعت اتكسرت، عملت حفره في الاسفلت. الرئيس جاي يعني الاسفلت اصلا متسفلت ومتروق طبعا، عملت حفره في الاسفلت. وفعلا عشان هو طلع كلام وقتها ان هو غلبان وعايز يديله ورده بقى لا قال لك عايز يديله طلب لحاجه. مفيش الكلام ده خالص. بابا مطلع جواب من جيب الراجل وهو بيعترف انه هو لا ينتمي لاي فصيل ولا لاي جماعات، وانه هو عمل كده من نفسه، وان اهله ابرياء منه فعلا، هم اهله اتبروا منه فعلا. دي المره اللي سالت فيها حد. ده بابي بقى حكى لي القصه بالكامل. انا قعدته قدامي، قلت له وسجلت له فيديو ايفيدنس. قلت ما قلتش اطلع بالمعلومات. فاعترف الحقيقه بمواجهه المتهم، انهار.